لو كنت فاكر ان الصدف محدوده، فاحب اقول لك ان في فيلم بيجمع الصدف اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. وترنتينو قرر يجمع كل الصدف اللي انت لو سمعتها في حكايه من اي حد تقول مستحيل مستحيل كل الصدف دي تحصل مع بعض. ترنتينو عمل بقى المستحيل ده وعمل لنا بالب فيكشن. وبالب فيكشن مش مجرد فيلم جريمة، هو فيلم بيحاكي العبث، بيحاكي الفوضى المنظمة عن شخصيات عايشة في دايرة ومفيش غير واحد بس منهم هو اللي كسر الدايرة دي. فلو فاكر ان انت فهمت فيلم بالب فيكشن من اول مرة انت شفته فيها، فاحب اقول لك تعالى نحسب. طب بالب فيكشن يعني ايه اصلا بالب فيكشن؟ بالب فيكشن كان نوع من المجلات او حاجه كده زي الكوميك بوك، كان بيطبع في امريكا في الاربعينات والخمسينات لفئه العمال البسيطه، اللي هو عامل بسيط مثلا في وقت البريك بتاعه هياكل ساندوتش فعايز يتسلى في حاجه فبيشتري البالب فيكشن. وكانت المجلات او الكوميك بوكس دي بتقدم قصص جريمه بس مبالغ فيها شويه، زي مثلا واحد صحي الصبح لقى عربيته اتسرقت فراح يدور عليها، اكتشف ان في واحد فضائي نزل من الارض خد عربيته علشان المركبه الفضائيه بتاعته عطلت، وراح يعالج بنته الفضائيه، والمستشفى دخلت في دارك هول فراح سرق سفينه فضاء اجرها بالساعه وكسب وبقى عنده معرض سيارات فضاء، يعني حاجه كده يعني في قمه العشوائيه. واسمها بالب فيكشن علشان كانت بتطبع على ورق رخيص قوي، فبالب حاجه رخيصه او ملهاش قيمه، وفيكشن يعني خيال. يعني ببساطه هي قصص جريمه رخيصه مسليه، وده بيلخص لنا جو العام للفيلم كده. اول حاجه بتلفت انتباهك بعد ما تشوف اول ربع ساعه من الفيلم ان الفيلم مش ماشي بتسلسل زمني واضح، الازمنه داخله في بعض، انت بتشوف لقطه من الماضي كده، لقطه من مستقبل بعيد، بعد كده لقطه من مستقبل قريب كده بترجع تاني للماضي وهكذا. وترنتينو هنا ما كانش بيقطع في الزمن علشان يبهرك او يقول لك بص انا معايا تكنيك جامد هقطع واجيبك واوديك، ولا لا نهائي، هي كل حاجه ليها سبب. هو استخدم التكنيك ده في التقطيع علشان يوصل لك الاحساس اللي حاسه بيه الشخصيات بتاعته، ان هي تايهه وفي مفترق طرق محبوسه جوه لوب بتلف فيه. علشان كده اما حد مثلا بيجيب سيره الفيلم ده ويجي يقول لي لا اصل الفيلم التقطيع فيه مش عاجبني وملخبط وعشوائي وهو بيستخدم تكنيك علشان يبهرنا، ببقى عارف ان هو شخص عبيط وامه عارفه الصراحه وما بكملش يعني الحوار معاه، يعني هو تمام هو وحش هو بيبهرني. بس هو في الحقيقه الفيلم متقطع بالطريقه دي علشان يوصل لك احساس الضياع اللي فيها الشخصيات دي. بس الصراحه ما كنتش عايز اقول الموضوع ده، بس يعني اتضغط عليا بما فيه الكفايه، فاعملوا لايك وسبسكرايب والكلام ده. اعملوا بقى يلا، قلت اهو تمام. المهم بقى نيجي للحوار والديالوج العظيم ما بين الشخصيات. وترنتينو هنا على عكس افلام كتير ما بيكتبش الحوار علشان يحرك الاحداث، هو كاتب الحوار علشان يفهمنا الداينامكس والعلاقه ما بين الشخصيات عامله ازاي. زي الديالوج الاقرب الى قلبي بتاع جولز وفينسنت وهم كانوا رايحين يقتلوا الولد ده، نسيت اسمه ايه، وبيتكلموا في التشيز برجر اسمه ايه في فرنسا. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. والحوار هنا لو بصيت له بسطحيه هتلاقيه حاجه في قمه العبث، انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ انتوا بتعملوا ايه اصلا؟ بس الحوار مصمم كويس جدا ان هو يوريك الداينامكس ما بين الشخصيتين دول، العلاقه ما بينهم عامله ازاي، وكل واحد اهتماماته ايه، وكل واحد بيحب ايه. فينسنت مثلا حد سطحي جدا بيحب يتبسط بحياته، بيسافر امستردام بيحب يروح هنا ويجي هناك، على عكس جولز حد بيقف مع نفسه بيتامل في المواقف اللي هو محطوط فيها وبيحاول يطلع منها بفكره، زي المشهد العظيم بتاع الايه. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. هو جولز هنا كان بيقول الآية من باب القوة والفخر والاستعراض، بس لما حد تاني كان في الحمام هو مش عارف إن في حد موجود، وحد تاني في الحمام طلع بمسدس وضرب عليهم 6 طلقات، ومفيش ولا طلقة من ال6 طلقات دول جت لا في جولز ولا في فينسنت. Die, you mother!
ساعتها جولز وقف مع نفسه وقال دي علامه من ربنا، الايه هنا اتقلبت عليه. We should be fucking dead, man. I know he was lucky. No. That shit wasn't love. This was divine intervention. You know what divine intervention is? تارانتينو وهو قاعد مره معايا على قهوه السكريه في المقطم قال لي جمله حلوه قوي، قال لي اوقات الشر لما بيحصل من غير سبب بيخلي الجمهور يضحك ويتوتر في نفس الوقت، بيجيله شوك كده، زي مشهد مارفن اللي مات بالغلط. هو فينسنت كان بيتكلم مارفن داس على الزناد بالغلط، الرصاصه طلعت في مسدس دخلت في دماغ مارفن فرتكت له دماغه بقت في العربيه كلها. You gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, what's happening? Oh, man. من غير اي سابق انذار، من غير ما في مزيكا حتى تقول لك ان في خطر جاي، من غير اي حاجه، هو مات. هو ده حصل صدفه. او مشهد الحقنه بتاع ميا اللي هو مشهد رعب بصري مصمم بعنايه، وبنشوف فيه ميا وفينسنت رجعوا البيت، فينسنت دخل الحمام، ميا قعدت تستناه فقررت تاخد لاين كوكايين فدخلت اوفر دوز، وقعت على الارض، تشنجات بقى ورياله ورغاوي بيضه وحالتها يعني قرب حاجه زي الزفت. ففينسنت طلع من الحمام لقاها في الوضع المناي اللي هي فيه ده، وهو عنده باك جراوند ان ميا في مره حد عمل لها فوت مساج اترمى من الدور الرابع، فيعني هو بيحاول ينقذ نفسه قبل ما ينقذها، فبيقرر ياخدها لانس الديلر بتاعه علشان يشوف هيعمل ايه في المصيبه اللي هو فيها دي. وهنا بنشوف برضو واحد من اكتر الديالوجز العبثيه ما بين لانس ورودي صاحبه لانس على حقنه الادرينالين اللي مش لاقيينها، والكتاب الاسود بتاع التمريض اللي مش لاقيينه، وفي واحده مرميه على الارض بتخلص. What are you looking for? A little black fucking medical book. It's like a textbook they give to nurses. I never saw no medical book. Well, trust me, I have one. Well, if it's so important, why didn't you keep with the shot? I don't know. Stop bothering me. المهم يلاقوا حقنه الادرينالين بس ما يلاقوش كتاب التمريض، ومحدش فيهم قبل كده ضرب حقنه الادرينالين لحد. والمشهد مرعب وجميل بصريا بالنسبه لي، ليه؟ علشان الكاميرا ثابته، هي يا دوب بتبان على الشخصيات وهي بتتحرك، بتلف معاهم يمين وشمال بس هي ثابته في مكانها، وفي شيك هزه بسيطه كده نقل لك كل احساس التوتر اللي حصل ما بين كل الشخصيات دي. او رقصه ميا وفينسنت اللي كانت عباره عن ريسك، بس انت عارف ان كل مره بيقرب فيها فينسنت من ميا، مارسيلس لو عرف هيرميك من الدور الرابع، اقل حاجه هو اول حاجه بيعملها هيرميك من الدور الرابع، مفيش تفاهم يعني. وتارانتينو هنا بيلعب باعصابك كمشاهد، هو عارف ان انت عارف ان مشهد الرقصه ده ممكن ما يعديش على خير خالص. وعنصر من العناصر الجميله او حاجه من الحاجات الجميله موضوع الشنطه، بس لما بنشوف فينسنت بيفتح الشنطه بنشوف ضوء ذهبي طالع على وشه، وهو بيبقى في حاله صدمه وبيبرق قوي وبيتوه في اللي جوه الشنطه. في ناس قالت الشنطه فيها ذهب، في ناس قالت دي بطريقه ما روح مارسيلس، بس من وجهه نظري المتواضعه انا الشنطه دي بتمثل الرغبه. والصراحه مش مهم نعرف ايه اللي في الشنطه، هو تارانتينو ساب الموضوع مفتوح علشان كل واحد يشوف رغبته في الشنطه دي. I like the idea that you open up the briefcase in Pulp Fiction and I don't tell you what's in there, but it's up to you to figure out what's in there, and now that's your movie. And you'll make that decision somewhere down the line. Now, if I tell you at this table what it is, then you'll throw that away, and I don't want you to throw away. That's your movie. نرجع تاني لجولز وفينسنت، وهم في الاول وفي الاخر قتله، بس جولز وقت ما قال الايه دي بطريقه استعراضيه وحد تاني هاجمه ب6 طلقات ومفيش ولا طلقه جت فيه، هو وقف وخد خطوه مع نفسه ولازم يغير حياته، وهو حصل له معجزه ولازم يتغير، على عكس فينسنت اللي مط عص وكان رايح يقتل بوتش، دخل الحمام ساب الرشاش بتاعه على رخامه المطبخ، دخل بوتش بالصدفه يجيب الساعه اللي قال لصاحبته مليون مره ما تنسيش الساعه، هات الساعه معاكي، الساعه دي مهمه وغاليه عندي جدا، وهي برضه نسيتها. لقى الرشاش على رخامه المطبخ، مسك الرشاش عرف ان في حد جوه. فينسنت طلع من الحمام لقى بوتش في وشه، ماسك الرشاش وبوتش موته. فاعبث جريمه قتل حصلت برضه في الحياه يعني. فبوتش بعد ما يقتل فينسنت ينزل يركب عربيته ويمشي، يقف في اشاره يلاقي مين معدي قدامه، بالصدفه البحته يلاقي مارسيلس معدي قدامه، مارسيلس اللي باعت اصلا فينسنت يقتل بوتش، فيروح جاي بوتش شايله من على الارض بالعربيه. نيجي اصلا نعرف بقى مين بوتش وقصه بوتش والساعه بتاعت بوتش اللي هو عرض نفسه لخطر عشان يجيبها، ده برضه في واحده من اعبث الديالوجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. بوتش في يوم من الايام وهو عيل صغير دخل عليه واحد صاحب ابوه في الجيش، قعد كده بكل حزن قال له الساعه دي بتاعت جد جدك وجد جدك ورثها لجدك وجدك ورثها لابوك، وابوك مات في الحرب وقال لي اديك الساعه دي، ولك ان تتخيل عزيزي المشاهد الساعه دي مرت بايه واتحطت فين وفي اماكن عامله ازاي علشان توصل لبوتش. فانت شوف الفيلم وبص بقى على قصه الساعه دي كانت اتحطت في ايه
طلعت من ايه وانت هتفهم يعني، عشان مش عارف اقول هنا. نرجع بقى لمارسيلس اصلا وعلاقته ببوتش. بوتش بوكسر، وكان مارسيلس متفق معاه ان هو هيلعب ماتش بوكس وهيخسره، بس بوتش ما خسرش الماتش، هو قتل المنافس بتاعه اصلا من الاخر وهرب. وعلشان كده مارسيلس كان باعت فينسنت يقتل بوتش. وفاكرين من شويه لما قلت لكم بوتش كان ماشي بالعربيه ولقى مارسيلس قدامه، راح جاي شايله من على الارض. نازل بوتش مليان دم وعنده اصابات، بيحاول يهرب من مارسيلس، والاتنين دخلوا في محل كده، وبالصدفه البحته صاحب المحل واللي شغال في المحل يطلعوا شواذ جنسيا وثديين، وياخدوا الاثنين يربطوهم في البدروم علشان لا مؤاخذه عايزين يعملوا حاجه. بس بوتش بينجح ان هو يحرر نفسه، وكان خلاص ماشي، بس سمع مارسيلس وهو بيصرخ عشان كان بقى يعني ربنا معاه في الحته دي. وهنا يقرر بوتش قرار رجولي جدا، انا مش هينفع اسيب مارسيلس في الوضع اللي هو فيه ده، انا لازم اتصرف. مع ان مارسيلس كان عايز يقتل بوتش، بس يعني الوضع اللي فيه ده ما يقتلني ولا يحصل كده يعني ما ينفعش يعني. فبوتش ينجح ان هو ينقذ مارسيلس، وده مشهد بيوريك قد ايه انت ممكن في نص الفوضى دي تقدر تاخد قرار صح. فيعني اوفرول السيناريو مليان تفاصيل عامله زي البازل، تجيبك قدام وترجعك ورا، بس انت مش هتشوف الصوره كامله الا لما ترجع لورا كده وتبص على الفيلم من بعيد شويه، وتشوفه كله تشوفه من بعيد شويه، هتقدر تفهم ايه اللي بيتقدم لك، هتقدر تفهم تارانتينو عايز يقول لك ايه. وفي النهايه في مخرجين بيحبوا يحكوا قصه، في مخرجين بيحبوا يلعبوا بعقلك، وفي تارانتينو اللي بيخلق لك عالم مليان تفاصيل وبيسيبك تايه فيه مع شخصيات. فبالب فيكشن مش مجرد فيلم، هي تجربه بتطرح اسئله كتير جدا للمشاهد، زي هل انت فاهم انت بتشوف ايه ولا بتتفرج وخلاص؟ هل بتعيش حياتك في تكرار الغلط ده ولا انت قررت تخرج او تكسر الدايره دي؟ وعامه الفيلم اللي يفضل شاغل دماغك بعد ما تشوفه 5-6 مرات هو ده الفيلم اللي يستاهل ان احنا نحسبها. ودي كانت نهايه حلقتنا عن فيلم بالب فيكشن. فلو عجبتك الحلقه قول لنا في الكومنتس، وقولوا لنا في الكومنتس ايه الفيلم برضو اللي تحبوا نحسبها له، والمره الجايه نحسبها سوا.